ازيكم عاملين ايه؟ حلقتنا ان شاء الله النهارده هتكون عن الفرق بين التحفيز الداخلي والتحفيز الخارجي. قبل ما نتكلم عن ايه هو التحفيز الداخلي والتحفيز الخارجي، خلينا نعرف هو يعني ايه اصلا تحفيز. التحفيز ده هو الدافع او المحرك او بالبلدي كده الحاجه اللي من جواك بتحركك، يا اما بتساعدك تبقى انجح شخص في الدنيا، او في نفس الوقت بتساعدك ان هي تحبطك وتخليك شخص فاشل جدا. يعني هي الحاجه اللي من جواك اللي بتحركك وبتمشيك لأي حاجة موجودة في حياتك، سواء هتطلعك فوق قوي وتخليك حد ناجح جدا، أو تنزلك تحت خالص وتخليك حد فاشل متعملش أي حاجة في حياتك. التحفيز الذاتي أو الداخلي هي الحاجة أو الشيء اللي داخل كل واحد فينا، حاجة بتكون جوه كل فرد فينا بتساعده يوصل أو يحقق الهدف اللي هو عايزه بدون تدخل حد. سواء الهدف ده يا إما حاجة هتنجحك وتطلعك لفوق قوي، أو حاجة فاشله وتساعدك انت تفشل وتنزل لتحت خالص، بس انت بتعمل ده من غير ما حد يأثر عليك. يعني وبتعمل كده عشان انت شايف نفسك عايز تعمل الحاجه دي، يبقى عندك دافع او حاجه من جواك كده بتحركك للحاجه دي، سواء الحاجه دي صح او غلط انت بتعملها من جواك. وكمان الشخص بيعمل كده من غير ما يكون مستني مقابل من الحاجه دي، هو بيعمل كده عشان يرضي نفسه، وعلشان شايف نفسه او الحاجه اللي جواه كده، او شايف ذاته وبيشوف نفسه مبسوط وبيحس بقيمته لما يكون بيعمل حاجه اللي محفزاه او الحاجه اللي هو عايز يوصلها دي. يعني الشخص اللي عنده تحفيز داخلي هو بيعمل كده علشان هو شايف ان الحاجه دي جزء منه، هو بيحبها، هو مؤمن بالفكره او بالحاجه اللي هو بيعملها دي. طيب تعالوا ناخد مثال. معانا مثلا شخص بيمارس رياضه، هو بيتمرن علشان من جواه حاسس ان هو رياضي وشايف نفسه فيها، ولما بيعمل الحاجه دي هو بيكون مبسوط وبيكون راضي عن نفسه. فهو مش بيتمرن عشان الناس تقول له انت رياضي او جسمك حلو او انت شكلك حلو، لا، هو بيتمرن عشان هو من جواه حابب ان هو يكون كده، وعشان هو شايف نفسه من جواه بيحب الرياضه والرياضي، وان الحاجه دي بتعرف تخليه مبسوط وفرحان وبيحقق حاجه جواه كده بتخليه راضي عن نفسه. تاني حاجه معانا التحفيز الخارجي. ايه هو بقى التحفيز الخارجي ده؟ التحفيز الخارجي ده هو ان الشخص فينا بيعمل حاجه معينه علشان يشوف مدح واهتمام الناس ليه. يعني هو بيعمل الحاجة دي علشان يشوف تقدير واحترام وحب من كل الناس اللي حواليه، وعشان لما يعملها بيبقى عنده مستني حاجة من الناس. يعني مثلا بعملها عشان الناس تقول انت كويس، انت شاطر، انت ناجح، انت دكتور، انت. فهو بيعمل الحاجة دي، هو بيحبها وكل حاجة، بس بيكون مستني يا اما الناس تحفزه او تديله دافع، يا اما مستني كلمه حلوه منهم او لقب معين او حاجه معينه عشان مقابل الحاجه دي. او بمعنى اخر التحفيز الخارجي هو انا الشخص بعمل الحاجه دي علشان يشوف قيمته واهميته من الناس اللي حواليه ومن الناس المحيطه بيه عموما، وكمان نشوف في عينهم مدحهم وشكرهم ليه وللحاجه اللي هو بيعملها دي، وتقديرهم لقيمه الحاجه اللي هو بيعملها. بس هنا هو بيكون معتمد على البيئه المحيطه بيه والناس اللي حواليه، عشان هم اللي بيدعموه وبيشجعوه يوصل ويكمل في الحاجه اللي هو بيعملها دي. لو انت شخص عندك بطولة هتلاقي نفسك بتتمرن وبتتعب عشان البطولة دي وكل حاجة، بس هتلاقي هنا بقى التحفيز جايلك ازاي؟ ان الناس بتشجعك تقول لك شد حيلك، انت هتكسب ان شاء الله، انت بطل. طب لو كسبت البطولة تلاقي الناس كلها بتقول لك ايه؟ البطل راح، البطل جه، عاش يا بطل، الف مبروك. هنا في نوعين من التحفيز الخارجي. نوع ان انت لما يقول لك كلام حلو فده يشجعك ان انت تكمل، والنوع التاني ان انت لما كسبت البطولة كان كلامهم ليك هو ده اللي انت كنت عايز توصل له، انت عايز تعمل الحاجة دي علشان تشوف في عينيهم ان انت بطل. طيب خلونا نعرف بس الاول ايه الفرق بين الدافع والشغف والانضباط. اول حاجة معانا الدافع، هي السبب او الشرارة اللي بتحركك تبدأ اي حاجة في حياتك انت عايزها. طيب تعال ناخد مثال. عندنا شخص مثلا عايز يخس، ايه الدافع او الحاجة اللي تخليه عايز يخس؟ هو عايز يكون شكله جسم حلو، عايز يكون كويس، عايز الناس تبص له ان هو شكله حلو وشكله مظبوط، يكون ان هو جسمه حلو، ما يحسش ان هو جسمه تخين وجسمه عامل عبء عليه. طيب ايه المشاكل او العيوب اللي بتقابلنا في الدافع؟ انه مش ثابت معانا وبيتغير على حسب المود بتاعك. طب انا النهارده عايز اعمل ده، طب انا بكره مش قادر، طب النهارده مبسوط فهعمله، طب انا النهارده زعلان فمش هعمله، طب انا النهارده مش قادر فمش هعمل كده النهارده، طب انا النهارده يلا عندي طاقه وعندي باور فانا هعمل. فده من مشاكل او العيوب اللي بتقابلنا ايه في الدافع، انه مش دايم معانا، هو بس بيدينا ايه شرارة البداية، بس بيمشي على حسب مودي ومزاجي وعلى حسب الحالة النفسية بتاعتي. تاني حاجة معانا الشغف.
الشغف ده هو مش مجرد حاجه انت بتعملها وخلاص، هي بتبقى حاجه انت شايف نفسك فيها وانت بتعملها، انت حاسس بقيمتك، انت حاسس ان الحاجه دي انت موجود بيها وهي موجوده عشان انت تعملها. لو انت مش مجرد انت بتعمل حاجه وخلاص عشان انت حابب تعملها، لا، انت شايف نفسك وقيمتك وكل حاجه فيك في الحاجه اللي انت بتعملها دي، وكمان بتكون شايف انها جزء منك وانها السبب انك تكمل اي حاجه في حياتك انت عايزها. تالت حاجه معانا وهي الانضباط انك تفضل تعمل الحاجه وتستمر فيها رغم كل الظروف اللي هتقابلك، وكمان تسخر الظروف كلها لصالحك علشان تفضل تعمل الحاجه انت عايزها وتفضل مستمر فيها. ازاي؟ او معانا شخص مثلا في ثانويه عامه عايز يبقى دكتور، هو بيذاكر علشان نفسه يبقى دكتور، هيذاكر بقى، لو تعبان النهارده هيفضل مكمل مذاكره، عيان هيفضل مكمل مذاكره، حصل له ظرف هيفضل مكمل مذاكره. انت بتفضل مكمل في نفس الحاجه انت بتعملها رغم اي حاجه ممكن تعطلك عنها، انت هتفضل مستمر وهتستغل كل الظروف لصالحك علشان تفضل مكمل في نفس الحاجه انت بتعملها. والانضباط ده بيكون من اهم النقط اللي بتساعدك تنجح وتوصل للهدف او الحاجه اللي انت عايزها. طيب ازاي لما احفز نفسي او اعمل حاجه بحبها الدماغ او العقل ممكن يكافئ نفسه؟ دماغنا وعقلنا عنده حاجه اسمها نظام المكافاه، ده بيشتغل لما عقلنا الباطن او دماغنا يبدا يحس ان الحاجه دي ممتعه او مفيده وكويسه ليه. هنا هتلاقي ان الدوبامين بدا يتفرز في جسمك وفي عقلك، وهتلاقي نفسك كل مره بتعمل الحاجه دي هتلاقي نفسك فيها مبسوط وفرحان وعايز انت تعملها وتكملها تاني. بس هنا بقى في مشكله، ان عقلنا الباطن او دماغنا مش هيعرف يفرق سواء الحاجه اللي احنا بنعملها او بنشعر بيها في المتعه دي هي حاجه صح ولا حاجه غلط. يعني ازاي؟ زي مثلا متعاطين المخدرات او ادمان المخدرات، هو عقله ودماغه بيحس بمتعه في كل مره فيها بيتعاطى مخدرات، هل معنى كده ان ده صح؟ لا، بس هيلاقي نفسه ان دماغه وعقله بيكافئوا وبيحفزوا ان هو يفضل مستمر ويعمل الحاجه دي مره تانية، فهتلاقيه في كل مره بيتعاطى فيها المخدرات بيحس بمتعه وبيحس ان هو مبسوط، وهتلاقي عنده حافز، يعني هتلاقي حاجه من جواه كده، ايه ده، انا مبسوط، ده انا فرحان، ده انا بعمل كده وبستريح، ده بعمل كده بكون مرتاح، فهتلاقي عنده حافز، فهتلاقي ان عنده حافز يشجعه ان هو يستمر في الحاجه دي. فلازم نكون عارفين ايه الحافز او ايه الحاجه اللي احنا بنعملها وهل الحاجه دي صح ولا غلط، علشان ما نكونش بنعمل حاجه وحاسين ان الحاجه دي مفرحانا او بتبسطنا بس الحاجه دي اصلا هي غلط، ممكن تضرنا وتضر جسمنا وتضر صحتنا، او غلط علينا وغلط على مبادئنا وغلط على اخلاقنا. طيب تعالوا كده نعمل مقارنه بين التحفيز الداخلي والتحفيز الخارجي، وامتى بنستخدمهم وامتى كل واحد فيهم بيكون محتاجينه او بيكون مفيد لينا. لو هنتكلم من حيث الاستمراريه والوقت الطويل واللي بيكمل معانا وقت اطول، هنلاقي ان التحفيز الداخلي بيكمل معانا وقت اطول، ممكن يبقى مستمر معانا على طول او بشبه دايم، ده هيكون التحفيز الداخلي. لكن التحفيز الخارجي هتلاقيه بشكل مؤقت لانه بيعتمد على حاجات كتير قوي، زي ان الناس تيجي تقول لك كلمه حلوه، او زي ان انت تشوف حاجه في عين الناس، فممكن مع الوقت ما تلاقيش الناس بتقول لك كده، او تلاقي نظرتهم ليك اتغيرت، فيبدا ان التحفيز اللي عندك او الحاجه اللي انت بتعملها عشان تشوف نظره الناس ليهم قلت. فهنا هنلاقي ان التحفيز من حيث الاستمراريه التحفيز الداخلي مكمل معانا على طول وهو اصلا بيبقى الاساس، التحفيز الخارجي بيبقى ايه بنسبه قليله ممكن مع الوقت يقل او يختفي. سؤال ناس كتير بتسأله نفسها، هو هل فعلا التحفيز ده وهم؟ لا، هو التحفيز مش وهم، بس برضه مش الاساس ومش الحاجه اللي تعتمد عليها للنجاح في اي حاجه في حياتك، لا هو جزء ومعاه حاجات تانية لازم تكمله. علشان التحفيز بيكون حاجه مؤقته بنشعر بيها وبنحس بيها علشان نبدأ في فعل الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها. طيب لو التحفيز ده فضل مجرد فكرة في دماغنا من غير ما نبدأ في الفعل أو في الحاجة اللي احنا عايزين نحققها فعلا، مع الوقت هيبدأ إن هو يقل تدريجيا. فأنا لو متحفز لحاجة أو في حاجة في دماغي وعايز أعملها يبقى لازم أبدأ وآخد الخطوة الأولى، هنا التحفيز هيبدأ إن هو يستمر معايا. لكن لو ما عملتش خطوة مجرد فكرة في دماغي بس هتلاقيك واقف في مكانك، ومع الوقت التحفيز ده بدأ إن هو يقل تدريجيا. طيب هو ليه ساعات بكون متحفز لحاجة او متشجع ان انا اعمل حاجه ومع الوقت بلاقي ان التحفيز ده بيقل او بيخلص بسرعه؟ عشان التحفيز بيكون مربوط بدماغنا بمكافآت، فلو انا ما بداتش اعمل حاجه اللي محفزاني او اللي انا عايز اعملها دي، هيبدا انه مع الوقت عقلنا ما يشتغلش ويقل تدريجيا. ليه؟ ان انا لما ابدا اعمل حاجه دي مثلا انا عايز انزل جيم، فقلت انا عايز انزل جيم ومتحمس بقى وعندي طاقه وباور، طب النهارده ما نزلتش، بكره ما نزلتش، بعده ما نزلتش، هيبدا التحفيز يقل تدريجيا. طيب لكن لما انزل بقى اروح الجيم بالفعل هلاقي نفسي هنا ان خلاص نزلت،
كافئت نفسي، حسيت ان جسمي بدأ يبقى احسن، صحتي بدأت تبقى احسن، لياقة، فده هيبقى ايه المكافأة اللي عقلك الباطن هيديها لجسمك ودماغك ان انت تكمل في نفس الحاجة. لكن لو انا بس انا عايز انزل الجيم بقى ومتحمس والكلام ده كله، بدأتش خدت الموضوع على ارض الواقع ونزلت الجيم بالفعل، هتلاقي ان التحفيز رجع يقل تاني. طيب ليه كمان التحفيز بيقل بسرعة؟ عشان بيكون عايز رغبة ونتيجة سريعة لتحقيق الهدف. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعمل الحاجة دي، يبقى انا عايز ان انا اوصل لها في اسرع وقت ممكن، ومش كل الاهداف او مش كل الحاجات اللي انا عايز اعملها بقدر ان انا اوصل لها بسرعه جامده. في حاجات بتاخد مني شويه وقت ومجهود وتعب ومحاوله وفشل، واشتغل عليها مره انجح مره افشل مره الكلام ده كله. فالتحفيز ساعات بيبقى عايزنا ان انا ايه، مجرد ما قلت الحاجه ببقى عايز اعملها واوصل لها في نفس اللحظه. فعشان كده ساعات بتلاقي التحفيز بيقل، فيبدا بقى هنا معاك ايه، ان الشغف والانضباط تكملوا عشان توصل للهدف او الحاجه اللي انت عايز تعرفها او اللي انت عايز تعملها دي عموما. وهنا هنقول ان النجاح عموما او عشان توصل لاي حاجه من الحاجات اللي انت عايز توصل لها دي، تمام، محتاج انضباط، استمرار، يكون عندك عزيمه، وان انت لو وقعت مره او وقفت وانت بتعمل الحاجه دي لازم تكملها. ولو انت متحفز لحاجه او عندك حاجه في دماغك لازم تاخدها من دماغك وتنزلها على ارض الواقع، تبدا تعملها علشان يبدا عقلك ودماغك يكافئوا نفسهم، وتلاقي نفسك قادر انت تكمل فيها، مش مجرد كانت تحفيز او كانت لحظه كده فيها انت فاهم طاقه وانرجي والكلام ده كله، مع الوقت تلاقيها راحت منك تدريجيا. ازاي بقى نبدا دافع او حافز لينا حتى لو ما عندناش؟ يعني انا لو عايز مثلا عندي هدف او عندي حاجه معينه في حياتي عايز اعملها، ازاي احفز نفسي واخلق الدافع او الحاجه اللي تحركني ان انا اعملها؟ معانا كام نقطه لازم نمشي عليهم. احنا على طول في اي حاجه في حياتنا بنقول بنستنى الوقت المناسب والوقت الصح عشان نبدا نعمل الحاجه دي. طيب اي هدف او اي فكره في دماغي لو ما بداتش ان انا اطبقها واعملها في نفس اللحظه، يبقى هفضل مستني طول عمري ان الوقت المناسب او اللحظه الصح اللي انا بستناها دي عمرها مش هتيجي. فهنا الفكره لما يكون عندي هدف او عندي حاجه معينه عايز اعملها لازم اخدها وابدا انفذها حتى لو هعمل جزء صغير منها. لكن طول ما انا مستني الوقت الصح او الفرصه المناسبه هفضل مستني طول عمري ومش هعرف اعملها. طيب ازاي ابدا اعمل كده؟ تبدا تعمل الحاجه دي كل يوم او كل فتره وباستمرار، حتى لو هتبدا في الاول بوقت قليل جدا. يعني لو هتبدا مثلا تاخد من وقتك من 5 ل 10 دقائق لحد ما تبدا تتعود على الحاجه دي. لو انا مثلا عايز اكون قارئ او انا بحب القرايه بس مش عارف، طيب اول حاجه لو جيت قلت لي في الاول هقعد اقرا بقى كل يوم ساعه وساعتين وثلاثه، مش هتعرف ومش هتقدر، وهتلاقي نفسك مع الوقت الحاجه دي مش قادر تعملها. لكن لو بدات مثلا كل يوم امسك الكتاب واقعد فيه عليه من 5 ل 10 دقائق، هلاقي نفسي مع الوقت قادر اني استمر واقرا، ومع الوقت تدريجيا الوقت بتاع القرايه ده هيزيد. هو اصلا بيكون اصعب حاجه اول خطوه او نقطه البدايه، ومجرد ما خدتها بيجي الباقي بعدها بيكون سهل. كمان هنخدع عقلنا ازاي؟ ان احنا الهدف او الحاجه اللي احنا عايزين نعملها دي كلها هنجزأها لاهداف صغيره. لو انا مثلا بفكر في مشروع، طيب مش هبدأ بقى اقول انا هطبق مشروع كله دلوقتي حالا مره واحده، لا انا ممكن اخد ان انا ممكن ابدا في ان انا اكتب الخطه. طب بعد ما كتبت الخطه هلاقي نفسي بقسمها لخطوات، طب اشوف انفذها ازاي. هلاقي نفسي كل مره خلاص انا خدت الفكره الرئيسيه فانا كتبت الخطه، فانا كده بالفعل بدات ان انا اشتغل على المشروع بتاعي. طب بعد ما بدات الخطه، بعد ما كتبت الخطه ورسمتها، هلاقي نفسي بعدها قادر اعمل لها خطوات. فهنا ان انا ايه، اخدع على ان انا الحاجه الكبيره قوي او اللي انا عايز اوصلها دي هتبقى كبيره جدا، ابدا ان انا اجزئها لاجزاء صغيره عشان العقل يبدا يستوعبها وينفذها ويبدا ان هو يكمل ويستمر معايا فيها. وحاجه كمان معانا اسمها ربط الهدف بالهويه، يعني اربط الحاجه اللي انا عايز اوصل لها بحاجه انا بحبها او شايف نفسي فيها واقعد ارددها مع نفسي كتير. ازاي؟ لو انا مثلا بحب القراءه يبقى اقعد اقول ايه، انا قارئ. طب لو انا بذاكر مثلا عشان نفسي اكون دكتور، يبقى انا بذاكر اقعد اقول ايه، انا ان شاء الله هكون دكتور، انا دكتور. اقعد اربط الحاجه اللي انا عايز اعملها او اللي انا عايز اوصل لها بيا وانا بتكلم، يعني اقعد اقول ايه الحاجه دي فيا او انا بقيت بعملها بالفعل. رابع حاجه معانا، تمام، مكافأة النفس والدماغ. ازاي؟ انا دلوقتي مقسم الحاجه اللي انا عايز اعملها دي لخطوات، كل ما احقق جزء صغير من الحاجه دي او كل ما احقق خطوه لقدام في الهدف او في الحاجه اللي انا عايز اوصل لها دي، ابدا ان انا اكافئ نفسي. ازاي؟ اعمل حاجه انا بحبها، ادي نفسي مثلا بريك، في اكله معينه بحب اجيبها او بحب اكلها ابدا ان انا اكلها، في مكان معين بحب اروح ابدا ان انا اروحه. فهنا ايه، هلاقي نفسي بحفز نفسي داخليا بيني وبين نفسي. فهتلاقي نفسك عقلك الباطن
عايزك تكمل وتستمر في الحاجه دي، عشان مجرد ما بتعملها وبتقسمها هو بيشوف منها ايه نتيجه. التحفيز ده او المكافآت دي بتديك حافز انك تكمل وتستمر تاني لوقت اطول. طيب هو ليه في ناس بتنجح وبتحقق كل اللي هي عايزاه اول ما تغير البيئه المحيطه وكل الناس اللي حواليها؟ هو بالفعل ممكن واحد ينجح لما يغير البيئه المحيطه، علشان الناس بطبيعتهم بيأثروا علينا وعلى سلوكنا وعلى ردود افعالنا. اول حاجه علشان البيئه بتشكل السلوك، يعني لو انت شخص عايش وسط ناس ايجابيين هتلاقي نفسك شخص ايجابي، لو انت واحد عايش وسط ناس سلبيين هتلاقي نفسك شخص سلبي. تاني حاجة البيئة بتغير توقعاتك عن نفسك. ازاي يعني؟ يعني لو انت شايف ان كل المحيط بتاعك شغال وبيطور وبيحسن من نفسه، كل اللي عندهم طاقة وإيجابية ونجاح وبار، انت هتحس ان ده الطبيعي وهتبدأ انت من تلقاء نفسك تعمل نفس ما هما بيعملوه بالظبط، عشان بتحاول تكون زيهم، وده عقلك الباطن هيعمله من غير ما تاخد بالك. تالت حاجة ممكن البيئة أو الناس المحيطة بيك تكون مليانة مشتتات وضغوط. يعني إيه؟ يعني ناس بتعمل مشاكل، ضغوط، خلافات، عاملين عليك ضغط نفسي كبير. كل ده من الحاجات اللي ممكن تعطلك وتساعدك متوصلش لحاجة من الحاجات اللي انت عايزها، وكمان ده هياخد من الطاقة اللي عندك. وكمان البيئة ساعات بتأثر على طريقة التفكير، على العادات اليومية اللي الشخص بيعملها، وعلى مستوى حلم أو طموح الفرد. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ونستناكم في حلقات تانية كتير إن شاء الله.